لما بنيجي احنا نحدد نقول مثلا ان السن اللي بنعمل عنده العمليه هو سن 18 سنه، هو السن ده ما جاش اعتباطا يعني مش محطوط كده وخلاص. ايه فكره السن ده؟ الفكره ان انا بعمل لك العمليه لما نظرك يثبت ايا كان السن اللي هيثبت عنده. فبالتجارب والملاحظات لقينا ان السن اللي اغلب الناس بتثبت عنده سن 18 سنه، لكن الصح علميا ان انا بعمل لك العمليه لما نظرك يثبت لمده سنه، مش لازم يكون سنه 18. في ناس بتفضل تتطور بعد ال 18. مع ذلك في اطفال عملنا لهم اصغر من السن ده 5 6 سنين. ايه اللي بيحصل؟ احيانا في ناس بتتولد عندها ضعف الابصار بس في عين واحده، يعني بيكون انا عندي مشكله في عين واحده والعين الثانيه كويسه. المخ احنا دلوقتي عندنا عينين بس ليه لما بتبص على حاجه بتشوفها واحده رغم ان انت لو غطيت عينك اليمين هتشوفها برضو واحده؟ ليه ما بنشوفش اثنين؟ لان المخ بيعمل زي فيوجن، او يعني الصوره نفسها بيكون الصورتين يخليهم صوره واحده. طيب لو الصوره دي مختلفه عن الصوره دي فالمخ بيكنسل الصوره المشوشه اللي هي مش واضحه. يعني انت بعد دلوقتي هو بيعتبر انت عندك عين واحده، جيت بعد عندك 18 سنه وعملت لها عمليه المفروض ان هي تشوف، لا هيقول لك انا ما اعرفش ان عندك العين الثانيه، انت لما اتولدت انا ما شفتهاش، فكأن انت ما عندكش غير عين واحده، فمش معقوله تعمل كده. فاحنا الاطفال دول هم اللي بناخد معاهم خطوه بدري وبنقول ان احنا بنعمله العمليه في سن بدري عشان نتجنب كسر العين. طب هتقول لي يا دكتور ما يلبس، هتقول لي مثلا ما يلبس نظاره. عاده لما يكون الفرق كبير برضو الطفل ما يقدرش يتحمل النظاره، انه بيشوف كل حاجه اتنين، بنضطر هنا نعمله العمليه واحنا عارفين النظر هيضعف سنه تاني لما يكبر، بس مش مشكله بيكون بيضعف بدرجه نقدر نلبسه بعدها نظاره. دي بتبقى استثناء، لكن دي ما ينفعش قاعده ان كل الاطفال ينفع لهم.